السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي ومتابعيني الجمال، وحشتوني جدا جدا جدا. بس احنا مش في مطبخ ام سما، احنا فين؟ في مرسى مطروح في القرية العالمية. بصراحة يا جماعة شعور جميل أوي، تفتح الشباك أو البلكونة بتاعتك وتقف كده، منظر لوحده خطير، البسين وبعديه البحر. يا جمال الطبيعة ويا جمال الألوان والمنظر العام خطير، حاجة كده ترد الروح وتفتح النفس. واللي أحسن كمان لما يكون معاك شخص بتحبه في المكان الحلو ده، سواء بقى صديق، حبيب، أطفال، يعني الناس اللي أنت بتحبهم يعني. وكانت الرحلة المرة دي مع صاحبتي وأختي وحبيبتي أم هايدي. مساء الخير يا أم هايدي، مساء العسل يا ام سلمى. عاملة إيه يا حبيبتي؟ الحمد لله والله يا قلبي. أخبار الرحلة معاكي عاملة إيه؟ الرحله جميله جدا بوجودك معايا والله. حبيبتي ما نحرمش منك يا أم هايدي. طلعنا قبل كده أنا وأم هايدي رحلة راس البر. اه بس بصراحة هي مش هكذب، يعني الرحلة كانت جميلة وحلوة واللي أحسن من الرحلة الناس اللي كانت في الرحلة. صح. يعني اللي أهم حاجة إنك تطلع مع حد أنت بتحبه أو حابب وجوده. بس صراحة المكان المرة دي ياخد العقل، والله ياخد العقل، لا، في جميل. فرق جامد بين مرسى مطروح وبين راس البر. صح. كدبوا علينا لما قالوا راس البر مصيف. لا، راس البر ممكن هي يعني ايه، واحد يروح يشوف كده الاماكن كده والاجواء، انما انك تصيف. شرم الشيخ انا رحتها برضو، المكان تحفة والاماكن فوق الخيال. ان شاء الله السنة الجاية هنروح فين يا ام هايدي؟ شرم الشيخ ان شاء الله. ان شاء الله يا ام هايدي، كان في نصيب وعمر نطلع شرم الشيخ. دي الاجواء بالليل، شفتوا بالليل المكان عامل ازاي؟ احنا اهوت، احنا قاعدين فوق في تاني دور، ماشي. وشكل البحر قاعدين كده، احنا حاليا دلوقتي الساعة 5 الفجر. شكل المنظر كده العام كده تحفة. وكمان الأحسن منه إنك تقعد مع أي حد أنت بتحبه. منهم هايدي طبعا. إيه؟ منهم هايدي. ومنهم هايدي طبعا يا دودو، أحسن قعدة مع هايدي، تنسي الدنيا ولا كاني ولا أي. ايوه عارفة. بتنسيني. هايدي دي بتنسيني الدنيا واللي فيها. بسم الله ما شاء الله عليك يا هايدي، ربنا يحفظك يا حبيبتي. من نكد يا رب. لا حبيبتي يا دودو، انت حبيبتي. ده فيديو قصير، اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم ونال رضاكم. استنوني في مكان جديد مع ام هايدي، ومع السلامة.